شخصية بتغلط وبتنفعل وبتتصرف بدفاع العاطفة أكتر من المنطق، وأحيانا ده اللي خلى تصرفاتها أقرب للإنسان العادي رغم إنها واحدة من أقوى الشخصيات في عالم دي سي. ولو هنتكلم تاني عن النسخة اللي جيمس جان بيجهز لها دلوقتي، فأكتر حاجة مثيرة للاهتمام إنها باين عليها تكامل الاتجاه، ده الاتجاه اللي بيقدم سوبر جيرل كشخصية مختلفة عن سوبرمان بدل ما تكون نسخة منه. ودي نقطة مهمة جدا لأن ناس كتيرة كانت فاهمة إن قوة الشخصية جاية من شبهها بسوبرمان، بينما الحقيقة أكتر إن القصص ناجحة للشخصية كانت القصص اللي ركزت على اختلافها عنه. سوبرمان غالبا بيكون رمز للاستقرار، شخص عارف هو مين وعايز ايه ومقتنع برسالته، لكن سوبر جيرل في اغلب القصص المميزة بتاعتها بتكون لسه بتحاول تكتشف نفسها، بتحاول تفهم مكانها في العالم، بتحاول تتعامل مع فقدان كوكبها وحياتها القديمة، وبيخليها اكتر تعقيدا من ناس كتيرة كانت متخيلاه. وعشان كده عندي فضول اشوف النسخة الجديدة، لان في نفس الوقت عندي اقتناع ان عليها تحدي صعب جدا، لان مهما كانت القصة قوية ومهما كان الانتاج ضخم هتفضل مقارنة الجمهور بشكل تلقائي رايحة لنسخة ذا فلاش، لان النسخة دي خلقت ارتباط عاطفي عند ناس كتير في وقت قصير جدا، والارتباط العاطفي ده اصعب حاجة اي فيلم يحققها. وفي رأيي الشخصي اكبر دليل على نجاح الشخصية مش عدد الافلام اللي ظهرت فيها ولا حجم الايرادات ولا حتى عدد المشاهد القتالية، أكبر دليل على نجاحها إن بعد انتهاء الفيلم بوقت طويل لسه ناس كتيرة بتتكلم عنها، ولسه ناس كتير بتتمنى إنها ترجع، ولسه ناس كتير شايفة إن قصتها ما خلصتش وإن كان عندها إمكانيات أكبر بكتير من اللي شفناه، برغم أصلا إن فيلم ذا فلاش فشل تجاريا. وده شيء نادر جدا يحصل مع شخصية ظهرت في فيلم واحد تقريبا، لأن الطبيعي إن الشخصيات اللي بتعيش سنين طويلة هي اللي بتكسب الشعبية الأكبر. لكن هنا حصل العكس، شخصية ظهرت لفترة قصيرة وقدرت تفرض نفسها وسط أسماء ضخمة جدا وتخلي الجمهور يفتكرها أكتر من شخصيات كانت موجودة قبلها بسنين. وعلشان كده لما بص على تاريخ سوبر جيرل على الشاشة بحس ان نسخة ذا فلاش كانت نقطة تحول، نقطة اثبتت ان الشخصية دي تقدر تكون اكتر نضجا واكتر عمقا واكتر تأثيرا من الصورة التقليدية اللي اتعودنا نشوفها بيها. واثبتت كمان ان سوبر جيرل مش محتاجة تعتمد على اسم سوبرمان عشان تكون مثيرة للاهتمام، لان شخصيتها لو اتقدمت بالشكل الصح تقدر تشيل قصة كاملة لوحدها وتخطف اهتمام الجمهور من اول ظهور ليها لاخر دقيقة على الشاشة. وبنكون خلصنا كلامنا في الفيديو، وسؤالي ليك ايه اكتر شخصية من سوبر جيرل حبيتها؟ وبس كده، لو عجبك الفيديو وعجبك المحتوى اعمل لايك واشترك في القناة، وسلام.